الكريم توم أو التومية اليوم رح حضرها بدون بيض وبقوام وطعمة مثل المطاعم. خلونا نشوف طريقتي سوا. أول شي منحط كاسة من المي ونضيف عليهم 3 معالق طعام من النشا، نشا الذرة. منحركن كتير منيح على البارد لحتى يختفي عندي النشا. وهلأ بشغل النار تحته وبستمر بالتحريك، ما رح ياخد أكتر من دقيقتين لحتى يتشكل عندي الخليط. مثل ما شايفين بلش يظهر مثل كتل صغيرة، بس نستمر بالتحريك لحتى يصير بهيدا القوام اللي انتو شايفينه. هلأ بشيله وبسكبه بقلب صحن، بستنى ليصير بحرارة الغرفة، بعدين بدخله على البراد لمدة 10 دقايق. هلأ بالخلاط بحط ملعقة طعام من اللبن الزبادي، 3 حبات من الثوم بس بشيل العرق الصغير الأخضر من جواته مشان ما يعطي حدودية، نص ملعقة صغيرة من الملح. هلأ بضيف النشا، شايفين كيف تماسك؟ هلأ بضيفه فوقه، بعدين بخلطهم. طبعا هون رح يكون القوام كتير سميك. كمان فينا نحضرها بمحضرة الطعام. هلأ رح ضيف الزيت النباتي، عبارة عن 3 معالق طعام من الزيت النباتي، بضيفهم شوي شوي وهو الخلاط شغال. هلأ بدي فرجيكم القوام وأنا عم بسكبه. قوامه بيشبه المايونيز بالضبط. بتمنى تعجبكم الطريقة وألف صحة وعافية.